بيقول لك ايه بقى؟ 3 2 1 and take 1 سيس. مشهد 6 تيك 1. مشهد 6 تيك الاول. كلير سيت and اكشن. بيقول لك دايما المونتير الشاطر يا يخلي الفيلم حلو قوي يا يخلي الفيلم وحش. Punching in from a wide to a dramatic close-up. ازاي يعني هو المونتير راجل بياخد ان واوت بس وبيتكل على الله، او راجل بيصحح المشاهد الغلط او بيشيل الغلطات وبيمشي؟ ايه ده يا عم؟ Cool. Yeah, we had a flash. It's an Indian surveillance drone. ده ايه اصلا يكون هو السبب في ان الفيلم ممكن يكون وحش او حلو؟ انت لسه بتفكر بالاسلوب ده؟ فالحلقه دي علشانك. الحلقه دي هتبقى مليانه استنادات بافلام سينما كتير قوي، اتفرج عليها لحد الاخر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال. اللي ما يعرفنيش انا اسمي مصطفى صلاح، بشتغل فيلم اديتور، ودي اليوتيوب تشانل بتاعتي، وبندردش في حاجات كتيره ليها علاقه بالسينما والاعلانات وصناعه المحتوى احيانا. المهم عشان ما اطولش عليكم تعالوا نتكلم على المونتاج في السينما. Compositionally, whatever was the center point of that shot had to be in the center of frame. هل هو فعلا ممكن يكون سبب رئيسي في ان عمل يكون حلو او وحش، او فيلم يكون حلو او وحش؟ Good morning, aviators. This is your captain speaking. Welcome to Basic Fighter Maneuvers. هل هو ممكن يكون سبب ان مسلسل يبوظ في الحقيقه؟ وليه السبب؟ لان السبب ان المونتير ده هو المفروض هو المخرج التاني للعمل، يعني المفروض هو اكتر شخص بيحس بايقاع ورتم العمل عامل ازاي. يعني هو اكتر شخص بيحس كده المشاهد دلوقتي هيمل ولا مش هيمل. طب الحتة دي المفروض ان انا اقولها لك بالراحة ولا المفروض ان انا اقولها لك بسرعة؟ يعني هديك مثال بالراحة يمكن تفهم مني الموضوع. انا دلوقتي عايز احكي لك حكاية. الحكاية دي بتقول انا صحيت الصبح متأخر الساعة 9 ونزلت من بيتي وركبت عربيتي وطلعت على الشغل، بس على بال ما وصلت كنت متاخر. حلوه. ممكن اقول لك بقى الحدوته بشكل تاني خالص. انا صحيت الصبح متلخبط جدا، صحيت لقيت الساعه 9 فقعدت اجري وبعدين نزلت بسرعه ركبت عربيتي ودورت وطرت على الشغل، بس برضه وصلت متاخر. دي طريقه ودي طريقه. هكذا يكون المونتاج. انت اللي هتختار. مونتاجك هيكون سريع وكاتشي وبيشد ولا بطيء وممل؟ وعلى فكره الاتنين مطلوبين. يعني لو هرجع تاني لنفس المثال اللي انا قلته لك، لو انا بتكلم معاك طول الحلقه كده والنرف بتاعي عالي جدا وانا طول الحلقه عمال اتكلم معاك بالاسلوب ده، انت هتمل وهتصدع من الطريقه. انما لو فضلت طول الوقت بلعب معاك الموقف السريع اخليه مشدود كده وانت مشدود فيه، فاقول لك ايه؟ انا صحيت يا معلم الساعه 9 الصبح، نزلت من العربيه بتاعتي وانا نازل كنت بجري لان الوقت متاخر قوي فجريت، بس برضه رحت الشغل متاخر. التنوع في رتم الحدوته هذا هو المونتاج يا سيدي. لما نيجي نتكلم على فيلم زي فيلم توب جان لتوم كروز، تلاقي ان شكل مونتاج الفيلم كان طول الوقت انت مش عارف تهمت، الاحداث كلها داخله في بعض، مفيش مشهد انت حسيت فيه ان انت ملان او زهقان، كل حاجه بتيجي باك تو باك. انت بعدت شويه عن الاكشن والطيران لمده 3 دقايق مثلا يرجعك تاني، ولما تيجي تدخل في الفايت بدل ما يعمله لك فايت وانترفيو بس عمله لك ميكس بين الاثنين، نال نير كده. تلاقي مشهد الطياره، تلاقي مشهد التدريب، وبعدين كت على مشهد بيقول له غلطت ليه، فيقول له والله غلطت بسبب كذا كذا كذا، وبعد كده بعد كده يدخل المشهد اللي بعده. ايه علاقه المونتاج بالموضوع ده؟ بص يا سيدي، المونتاج ده عباره عن شوت جنب شوت جنب شوت بيكون مشهد، ومشهد جنب مشهد جنب مشهد بيكون سيجمنت، وسيجمنت مع سيجمنت يا بتكمل حلقه يا بتعمل لك فيلم يا بتعمل لك برنامج يا بتعمل زي ما بتعمل. المهم يعني ان الموضوع بادئ من شوتات جنب بعض متجمع. انا لما باجي ابص كده على التايم لاين اللي في الفيلم كله ببتدي العب لعبه بازل از لونج از ان في 2 لازم احترم رايهم جدا، وهو مؤلف الحدوته والمخرج.
مش ما احرق لهمش حاجه معينه، بس انا ممكن اشوف مشاهد. يعني مثلا انا عندي مشهد حرب وعندي مشهد كلام دراما، انا ممكن اخلي لو مشهد الحرب عندي مشهد ممتع جدا ومشهد فيه فيجوالز وفيه معلومات قويه جدا، ممكن اخلي مشهد الدراما سريع، بدل ما هو المفروض ان هو دقيقه ونص او دقيقتين، ممكن اخد قرار ان انا هخليه بس 50 ثانيه علشان استمتع بالوقت بتاع الحرب اكتر. او ممكن اقول انا بما ان انا داخل على سيكونس حرب جبار، فانا ممكن ادي مساحه للنفس هنا. يعني من الاخر انا هعمل كده زي المايسترو، قاعد عمال العب مع التايم لاين علشان اظبط ايقاع الفيلم، امتى يعلى وامتى يوطى. لو بقى عالي طول الوقت المشاهد ملي يمشي، زي ما حصل مع ناس كتيره في ماد ماكس. بقول ناس كتيره، ما قلتش فيلم ميكرز، عشان انا عارف ان انا اول ما اجيب سيره ماد ماكس هتضرب بالنار. ماد ماكس مثلا كان كله عالي 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 عالي، ففي ناس كتيره ما فهمتش الفيلم او ما جاش معاها سكه، زي انسبشن. What's the most resilient parasite? An idea. انترستيلر كان هادي زياده عن اللزوم، مشاهده كلها بتيجي بالراحه، فبالتالي انا اللي بقول او انا اللي بعزف شكل منتجيه الفيلم بتاعي هيكون عامله ازاي. توب جان عملت لكم عنه ريفيو كامل وجبنا حاجات بيهايند ذا سينز وبتاع. لما نيجي نتكلم عن مسلسل زي مسلسل الحشاشين، وأنا صاحب مفتاح الجنة. مسلسل الحشاشين معمول بصياعه منتجيه جباره. احمد حمدي المنتج الكبير بيقدم فيه ملاحم جوه ملاحم، يعني كل ما بتيجي لكريم عبد العزيز بتبقى مستمتع جدا، كل ما بتروح من كريم عبد العزيز وبتروح لاي مشهد تاني بتبقى مستمتع جدا. في موازنه في الاحداث، تحس كده ان الحلقه بتبقى محطوطه كلها قدام احمد حمدي، عارف كويس جدا يعمل بالانس بين الكاركتر ده والكاركتر ده، يخليك تحب، عارف لاحق تحب الكاركتر ده ولاحق تتعاطف مع الكاركتر ده. اذا المونتير هو اللي بيقعد يعزف على الاوتار، من الاخر هو المسؤول عن عياط سيادتك. تيجي كده عند مشهد حزين زي الفيل الازرق مثلا، فتلاقي كريم عبد العزيز قاعد بيعيط هو نيلي كريم وبيقول لها انا تعبان وانا مريض. أنا تعبان وأنا مش مظبوط، أنا مش عارف أنا بعمل إيه. مع دخلة الكاميرا الحلوة في الإضاءة الحلوة بحتة المزيكا الجامدة من تحت، ده فكر المونتير هيوظف المشهد ده امتى على التايم لاين، وعلشان يحط المشهد ده وانت تتأثر بيه هتبقى جاي ايه قبله ومتفرج على ايه قبله ومتفرج على ايه بعده. مصطفى، طب ما هي كل حاجه بتبقى اصلا مترتبه من المؤلف وبتبقى مترتبه من المخرج، صحيح، ولكن اوقات كتيره جدا الترتيب على الورق بيكون حاجه، ولما تحط المشاهد دي كلها جنب بعض وتجمعها قدامك على المونيتورز وتقعد تتفرج تلاقي هي على الورق حلوه بس في ارض الواقع مش حلوه، فممكن ساعتها تبدل مشهد مكان مشهد، ممكن تجيب حدث حصل المفروض ان هو طبيعي على الورق ان هو يحصل في اخر الفيلم، لا انا هجيبه في اول الفيلم. ممكن تاخد قرار ان انت تحكي فيلم كامل فلاش باك. فكل قرارات حكايات الحدوته بتبلغ دايما في المونتاج. المونتاج ده عنصر مهم جدا في سرد الحدوته. من الاخر هي فعلا الحاجه اللي ممكن تبوظ شغلانه او ما تبوظش شغلانه. يعني تيجي تتفرج مثلا على فيلم جميل زي فيلم اولاد رزق، منطقتنا ده احنا اولاد رزق، فيلم لطيف انترتينمنت خفيف يعني، والنبي عشان بس الناس اللي بتقعد تهاجمه ما تدوش الفيلم حجم اكبر من حجمه. هو فيلم لطيف بنتفرج عليه واحنا بناكل فشار، اكشن دمه خفيف بس مش حاجه اكبر من كده. المهم يعني لما نيجي نتفرج على فيلم جميل زي فيلم اولاد رزق تلاقي ان طريقه مونتاج الفيلم حلوه جدا، بين ان انت بيحكي لك الحدوته وبعدين بترجع بتلاقي نفسك رجعت فلاش باك، كده ترجع تاني للموقف اللي بيحصل دلوقتي، بس تكتشف الموقف اللي بيحصل دلوقتي ده اصلا فلاش باك لحاجه معينه. تلاقي ان الفيلم كله تحس ان هو الفيلم خلصان من الاول للاخر. فده معتمد طبعا على طريقه التاليف، ولكن في جزء كبير جدا برضو اللي احمد حمدي برضو بيحط فيه بصمه دايما منتجيه، ان هو بيحكي لك الحكايه من ورا لقدام. اصلا تلاقيهم عايشين في قلب المشهد، مشهد الاكشن بس كات، هو دلوقتي مش في مشهد الاكشن، هو بيتفكروا وقت التحضير وبعدين يرجع تاني. نايس ستوري يا رضا. المدرسه دي طبعا اتطبقت في افلام كتيره، منها فيلم توب جان اللي انا لسه متكلم عنه، What? You are not my first. شارلوك هولمز طبعا، Distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. يدخلك جوه الفايت بس هو لسه مش في الفايت، هو بيفكر في الفايت. واتطبقت برضه في ذا لاست ساموراي.
يعني اتطبقت في اماكن كتيره. بتطبق ازاي؟ بتطبق ان انت معاك الحدوته ومعاك المشهد، بس انت كمونتير ممكن تختار ان انت المشهد ده هتعمله فلاش باك، بس طبعا لازم يكون لايقه ولازم يكون ليها دلاله. فبدل ما اقول لك ان انا رحت الشغل ورجعت وبعد كده جالي تليفون خبر محزن جدا، انت ممكن تخليني اجي اخد التليفون بخبر محزن جدا وبعدين تجيب ان انا كنت في الشغل فلاش باك. ممكن تديني مشهد بالخبر المحزن وبعد كده تجيب كل اللي قبله كان فلاش باك او حاجه معينه انا جاي منين اصلا او ليه مرهق. فانت بيبقى الفكره كلها ان انت لما بيبقى عندك قصه بيبقى عندك سبب للقصه، فيا اما بتعرض السبب الاول وبعد كده بتعرض النتيجه، او بتعرض النتيجه وبعد كده بترجع للقصه، او بعد كده بترجع للسبب. بيبقى عندك مدارس كتيره. فدايما الطريقه بقى الممتعه في السرد ده هي اللي بتكون العنصر الرئيسي في المونتاج. طيب معنى كده يا عم مصطفى ان الافلام الدراما اللي هي ما فيهاش حاجه بقى ولا فيها اكشن ولا فيها دب ولا فيها بتاع بتبقى ممله جدا؟ هقول لك لا طبعا، افلام الدراما بتبقى منتجيا اصعب بكتير من افلام الاكشن، لان الاكشن اصلا اوريدي ممتع بصري، في اكشن ودب وحركات ودرون بيطير وبتاع، انما الدراما اتنين قاعدين في وش بعض، الكاميرا عماله تيجي من هنا والكاميرا عماله تيجي من هنا ودايلوج. اسمع يا عم الحاج، مونتاج الدراما بقى ممكن يكون ازاي حلو؟ يعني لما تيجي تقول لي مثلا مصطفى فيلم تراب الماس، تحس ان فيلم تراب الماس ده هل هو قوي منتجيا؟ لما تيجي تقول لي مثلا لا لا لاند، Tu pourrais écrire tes propres rôles. تحس ان هو ممتع مثلا منتجيا. لما تيجي تقول لي مثلا فيلم The Pursuit of Happiness، An intern score a 90% on the written exam. هل هو ممكن يكون ممتع منتجيا؟ طبعا بيكون صعب جدا منتجيا. منتج الدراما بيكون مش سهل خالص، لان بتبقى معتمد قوي على القصه ومعتمد قوي على الحدث ومعتمد قوي ان المشاهد لازم يكون مركز عشان يفهم تطور الحدث عامل ازاي، والفيجوالز بتاعته بتكون ثابته، الحياه فيكس، الحياه هاديه، فبالتالي بيبقى معتمد على سرعه ايقاع المشهد نفسه. بدل ما المشهد ممكن يبقى 3 دقايق انا ممكن اخليه دقيقه واحده بس، مشهد قوي جبار. لما اجي الماستر سين، مشهد مثلا حاجه معينه بيحصل تويست في الفيلم او نقطه معينه الاحداث الفيلم فيها بيتغير تماما، اجي عند النقطه دي اخليها باينه قوي. طب تبان ازاي؟ تبان بان المشهد الاول بيخدم عليها، المشهد اللي قبلها لازم يخدم عليها، والمشهد اللي بعدها يخدم عليه، وهكذا. طبعا انا لو قعدت اتكلم لكم عن امثله كتيره جدا او عن نماذج كتيره جدا مش هيكفي اكتر من ان انت تعيش جوه حاله جوه الفيلم نفسها. او ممكن تختاروا لي في الكومنتات فيلم معين ونتكلم عن طريقه مونتاجه، ازاي المونتاج تفوق فيه، وانا معاكم. امثله كتيره بصراحه في السينما ممكن تلاقوها ممتعه جدا. عايزكم وانتوا بتتفرجوا على اي فيلم اتفرج على فيلم Everything Everywhere It All Happened at Once. Universes. And you. ده فيلم هو مش منتجيا بصراحه، هو كل حاجه فيه سايكوباتيه، بس تكنيك المونتاج اللي حصل فيه بين الماتش كاتس والتنقيل بين الحقب الزمنيه اللي بيحصل نقف عنده ونتكلم من هنا لبكره الصبح. الفيلم ده لو مونتاجه مش حلو مستحيل كان يبقى فيلم ناجح، مستحيل. هو اصلا مبني على المونتاج، هو مبني على ان انا موجود دلوقتي بنفس الزاويه بنفس المكان، تك الكات اللي بعده بطلع على زمن تاني. طب الكات ده هيسلم الكات ده ازاي، او الترانزيشن ده هيسلم الترانزيشن ده ازاي؟ كل دي افكار المونتير لازم يحطها عشان يتاكد ان المشاهد معاه لحد الاخر. بصوا بصراحه لو انتوا عايزين تتعلموا مونتاج، مهم جدا ان انت تتفرج على الافلام وتحللها وتحلل المونتير حكى الحدوته ازاي. تاكد ان المشاهد بالنسبه لك كلها اتصورت، المشاهد كلها موجوده. قرر يضحي بانهي مشهد ويخلي المشهد ده سريع ويخلي المشهد ده بطيء، وما يركزش على المشهد ده بس يركز على المشهد ده ويدي حجم لده اكبر من ده. كل دي معادلات لو ركزتوا في فرجه الافلام عليها هتلاقوا ان الموضوع ممتع جدا. وعلى فكره بالمناسبه لو انت مهتم بصناعه السينما لازم تعرف ان احنا لما في فيلم حلو بنشوفه، احنا مش بنشوفه مره واحده وبنتكل على الله، احنا بنحب نشوفه من كذا مره بكذا طريقه. في مره ممكن تشوفه كفيور عادي تقعد تستمتع بماده الفيلم، المره الثانيه ممكن تتفرج على مونتاجيته عامله ازاي، المره الثالثه ممكن تتفرج على السرد. يا نهار اسود، يعني ازاي ساعه ما البطل ده مات صدقت ان هو مات للدرجه دي؟ طب عملوا ايه؟ مهدوا. انا ليه اتضايقت قوي كده في الفيلم؟ ايه اللي حصل؟ طب بناء على ايه الابعاد اللي انا شفتها مع الفيلم ده علشان اوصل لمرحله ان انا متضايق قوي لموت البطل؟ او ازاي في جلاديتور كلنا مثلا قلبنا اتهز مع راسل كرو؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ حاجات كتيره جدا انت مهم ان انت تركز معاها مع الفيلم بتاعك. يا رب تكون كانت حلقه جديده كده ومختلفه ودمها مختلف في مش توتوريال. سيبوا كومنتات وقولوا لي عايزين نكمل حلقات من كده اكتر ولا لا، ولو عايزين تتواصلوا معايا دايركت خليك على الانستجرام احسن. خش اعمل فولو على الانستجرام واشوفكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال.